السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذه النشرة الجوية الخاصة ببلادنا، وغادي نعرفوها إن شاء الله من خلال آخر تحديث ديال النماذج العالمية وآخر التحديثات اللي كانت هذا المساء، دائما تحديثات مبشرة إن شاء الله. نسأل الله الثبات لهذه التوقعات، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المهم الإخوان، أي حاجة وقعت، أي تغير، أي إلا وبإذن الله. حتى يعني ما يعني يا الاخوان، يعني ما تتصيبنا شي حاجه حتى تكون باذن الله الاخوان. وهذا خاصنا نعرفوا كاملين بان هاد النماذج غير تتوقع اشنو غادي يكون. كما تنشوفوا كالغائب، اذا كان شي واحد غايب راه جاي، واش غيوصل ولا ما غيوصلش، يعني راه جاي. المهم راه في الطريق جاي، واش غيوصل ولا الله يستر توقع شي حادثه ولا. المهم الاخوان، هكذا التوقعات، يعني ماشي شي نقولوا يعني الانسان يدعي معرفه الغيب. الغيب اللي علم الغيب عند الله. المهم هذه كانت مقدمه الاخوان، جميع الاخوان، خاصه الناس اللي تينتقدوا. حنا عطيناكم هذه المقدمه، ولكن الاخوان كل واحد عاجبه راسو. يعني المهم حنا نشوف المسيره، واللي بغى يتابعنا، واللي بغى يلغي الاشتراك. المهم حنا غاديين الاخوان في المسيره ديالنا، كما يقال القافله تسير والكلاب تنبح. وتحياتي للمشتركين وتحياتي للناس اللي تيتابعونا عن يعني دائما حاضرين معنا. تحياتي. وحنا بغينا تكون قناه اصلا تكون نقيه، يعني بدون اي كلام خارج عن الموضوع الاخوان، وهادشي اللي بغينا. تحياتي. بالنسبة لآخر تحديث وآخر التوقعات، فهي تشير إن شاء الله إلى صعود مداري، خاصة بأقاليمنا الجنوبية بدءا من يوم الاثنين. كما نلاحظ عواصف رعدية اللي غادا تهم هذه المناطق بإذن الله. كما تشوفوا معنا أمطار إن شاء الله من درجة يقظة اللون الأحمر بأقاليمنا الجنوبية، خاصة ببئر أمزران وقلت الزمور، وكذلك إن شاء الله ببكرة والعيون، وقد تمتد إن شاء الله إلى كما تشاهدون المرسى، وكذلك إن شاء الله أمطار غتكون حاضرة كذلك بالسمارة والزاق والأص إن شاء الله. هذه العواصف الرعدية مستمرة ببلادنا إن شاء الله، تصل إلى المسيل وكذلك الويرات، وكذلك عواصف رعدية اللي غتكون حاضرة إن شاء الله بالزاق والأص كما ذكرنا قبل قليل، وكذلك بأشت. هذه العواصف الرعدية تتنقل تدريجا إن شاء الله إلى شمال أقاليم الجنوب، خاصة بإغرم. وفي توقعات يوم الثلاثاء إن شاء الله فنلاحظ استمرار هذه العواصف الرعدية دائما بأقاليمنا الجنوبية ونفس المناطق المذكورة بإذن الله، حيث تشمل إن شاء الله أقاليمنا الجنوبية العيون، سمارة، الزاق، بكرة، وكذلك بطنطا، وكذلك إن شاء الله بالأصا، وكذلك إن شاء الله بقلت الزمور. مجموعة من المناطق إخواني أخواتي مشمولة بهذه العواصف الرعدية. خلال الفترة المسية تعود الأجواء إن شاء الله إلى الاستقرار. أما بخصوص يوم الأربعاء فنلاحظ إن شاء الله انتقال هذه العواصف الرعدية إلى الجهة الشرقية وشمال أقاليمنا الجنوبية، ولتشمل إن شاء الله بوسط البلاد كل من ورزازات وتلوين وفمزقيل وطاطا وتابانت وقيقو وتازا وتوريت ووجدة. وبخصوص توقعات يوم الخميس إن شاء الله فانتقال هذه العواصف الرعدية ومع هبات رياح قوية وسحب منخفضة ورياح من الشمال الغربي. فبدءا من مساء يوم الخميس إن شاء الله أمطار ورعدية وسحب كثيفة إن شاء الله ببوعرفة، وكذلك إن شاء الله بعين بني مطهر وعاطف وجرادة، وكذلك قد تمتد إلى وجدة. أمطار حاضرة بالريش وكذلك بالراشدية وآسر وإملشيل وتنفيت وبني ملال وأزلال وقلميمة، وكذلك بتين غير وتبات وبومال دادس. أما بخصوص توقعات يوم الجمعة المقبل إن شاء الله استمرار هذه الأمطار خطاب عاصفي إن شاء الله بالجهة الشرقية وسط البلاد والشمال الشرقي للبلاد، حيث تشمل هذه العواصف الرعدية إن شاء الله وجدة وجرادة وعين بني مطر وعاطف وتشينديش وكذلك بوعرفة، وإن شاء الله ببني تاجيت وقرامة وميسور وتطحاج وشنديت وسكورة مداز وإفران وخنيفرة وزاوية شيخ وميدات وتونفيت وإمتيل وأسر وقلميمة وأرفود ومرزوقة، كما تهم أزلال ومرتفعات بني ملال.
وبالنسبة ليوم السبت إن شاء الله استمرار هذه الأمطار إن شاء الله والسحوب إن شاء الله الكثيفة مع انخفاض في درجات الحرارة. أمطار حاضرة إن شاء الله بالشمال البلاد، حيث تهم إن شاء الله وسط الحاج وسكورة مداز وجنديت وإفران وميدات وتونفيل وزاوية الشيخ وغرامة وكذلك الريش وآسل وإملشيل. أما بخصوص توقعات يوم الأحد المقبل إن شاء الله فالأجواء إن شاء الله مضطربة وممطرة خاصة بوسط البلاد وبالجهة الشرقية، حيث تشمل هذه الأمطار إن شاء الله كذلك عطيف وتنديت وسكورة مداز وإفران ووسط الحاج وميسور وميدات وتونفيت وغرامة وغريش وآسل وإملشيل وتابانت وأزيلال. وبخصوص توقعات إن شاء الله يوم الأحد الاثنين 26 فالأجواء إن شاء الله مرشحة لدخول عواصف رعدية واستمرار تغيرات الحالة الجوية. مشاهدينا الكرام تنشكركم على المتابعة، ما تنساوش اشتراك الدعم ديالنا بلايك وان شاء الله ومشاركه هذا الفيديو على شلال الاخوان. تنشكركم، تحياتي لجميع المشاهدين، اشكركم على المتابعه والى اللقاء.